أبرزت صحيفة الوطن إعلان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن الأردن قرر عدم عقد القمة الرباعية التي كانت مقررة في عمان غدا بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، لأن واشنطن لن تكون قادرة على اتخاذ قرار بوقف الحرب. وأشار الصفدي إلى أن القرار عدم عقد القمة الرباعية تم بالتشاور مع السلطة الفلسطينية والقاهرة وواشنطن. وأوضحت صحيفة القبس تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن ما يحدث في غزة الآن ليس عملا ضد حماس، بل هو محاولة لدفع المدنيين إلى اللجوء والهجرة إلى مصر، مضيفا: نرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم. تصفية القضية الفلسطينية أمر في غاية الخطورة. وأضاف قائلا أيضا: لن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية، والقضية الفلسطينية هي قضية القضايا ولها تأثير كبير جدا على الأمن والاستقرار. وذكر الرئيس المصري أن مصر لم تقم بإغلاق معبر رفح، مشيرا إلى أن القصف الصهيوني للجانب الفلسطيني من المعبر حال دون عمله. والأوضاع سيئة جدا 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 الآن.